طيب، ما كنتش ناوي ولا حابب أدخل في الحتّة دي، بس هو للأسف الشديد اللي على الساحة دلوقتي هو اللي بيجرنا ليها، وأنا مش داخل أتكلّم هل في مؤامرة تحكيمية على نادي والّا لأ، أنا عايز يبقى مش كمان ومش هاقول لك أصل المسطرة المفروض تبقى واحدة، هو أنا عايز مسطرة الشخص يبقى واحد، بمعنى ما ينفعش أنا أحكم على قرار تحكيمي وفقًا لانتمائي. لإن أنا كده، الرأي اللي هاقوله هو مش هيأثّر على القرار، ومش هيأثّر على نتيجة الماتش، أنت رأيك بتقوله بعد الماتش، بس هو هيأثّر لاحترامك لنفسك، احترامك لغيرك، موقفك ده لو أنت شخصية رسمية في النادي، هيعكس الانطباع فيما بعد. يعني إيه؟ يعني أشهر موقف هو كان موقف طلب حكام أجانب في ماتش القمة السنة اللي فاتت ورفض الزمالك وقال لك لأ أصل أنا باثق في التحكيم المصري. التبرير الحالي من الزمالك إن هو لأ، إحنا قُلنا كده عشان نكايد في الأهلي عشان كان احتمال ما يلعبش فأنا أبقى ضمنت النُقط. أنا مش هاقول إن دي نظرة قصيّرة ولا هاقول إن ده هبل إداري، أنا باتكلّم ومش هنا سواء أنا أهلاوي أو زملكاوي، هي الفكرة كلّها في مبدأ، لإن المكايدة بين الأندية ليها مكان ووقت ومواقف ثابتة، لإن أنت هتدفع ضريبتها كتير ليها وقت، ده مش عشان مصلحة الأهلي ولا مصلحة عشان مصلحتك أنت، يعني أنا كأهلي أو كزمالك عندي موقف مع التحكيم وشايف إن التحكيم ظلمني والناديين الاتنين قايلين إن هم خاسرين بطولات على إيد التحكيم، ما ينفعش في أي لحظةٍ ما إن أنا أقول أنا باثق في الحكم المصري عن الحكم الأجنبي إلا لو حصل restructure لمنظومة التحكيم بالكامل وده ما حصلش، وبناءً عليه ما ينفعش إن أنا أدّي أفضلية للتحكيم المصري. أقدر أقول إن خلاص طالما اتحطينا في الوضع ده أنا هالعب. لان كده مش فارق معايا، انا مش بنافس مثلا زي الزمالك السنه اللي فاتت، بس ما ينفعش يقول لا انا عايز التحكيم المصري وهرفض وجود تحكيم اجنبي، لان بناء على الموقف ده انت ما تقدرش تشكك في اي موقف يحصل لك، وايا مكان اللي هيحصل لك من التحكيم ده انت لازم تقبل. هتقول لي لا ده انا كنت بكيت في لا ما هو احنا مش عيال في حضانه، المواقف الرسميه بتتسجل. للاسف الشخصيات الزملكاويه وعلى راسهم مثلا هدي مثال اسماعيل يوسف، وهو شخصيه قديره ومحترمه جدا يا جماعه، محترمه لابعد حد. اما يجي يقول لك هو الحكم قال هنا ايه طالما قال اوكي، لا ما فيش حاجه اسمها طالما قال اوكي، انت شايف ايه؟ عشان لما تيجي بنفس الكوره للزمالك وتقول يا جماعه دي مثلا انت كنت شايفها في ماتش الاهلي هي ضربه جزاء وما اتحسبتش، او مش ضربه جزاء واتحسبت ضربه جزاء، تقولها اهي وهي يتقال يا جماعه الراجل ده حقاني، الراجل ده زي ما قالها هنا. فده مهم. يعني في نفس القعده مثلا كان محمود فتح الله قال لك بمنتهى البساطه لا يا جماعه هي ضربه جزاء. طب وقال لك انا حاسس ان مع الموجه العاليه اللي ماشيه ان انا هتظلم، لان هي بقى في حاجه حصلت وهنستعرضها في الفيديو ده بالتحديد. الزمالك الاهلي اتظلم، بيراميدز اتظلم، والزمالك ما اتظلمش، بل بالعكس المصري في ماتش الزمالك اتظلم وكان ليه ضربه جزاء وجه جول لمسه يد. فلو احنا بنتكلم ان في لو كواليتي وقله كفاءه في التحكيم، فبالمنطق انا مستني ان هيحصل مشاكل في ماتشات الزمالك الجايه. هتقول لي انت بتجبر التحكيم يغلط، هقول لك انا ما بجبرش التحكيم يغلط، انا هنا عندي قله كفاءه تحكيميه. قله الكفاءه التحكيميه دي هتبقى على الكل، وبناء عليها هيبقى الغلطات على الكل، الا لو انت بتخلي حكام اللي انت متاكد ان هم مش هيغلطوا يحكموا مثلا للزمالك فيبقى ضامن ان نسبه الخطا فيه قليله. طب اشمعنى انا؟ اشمعنى بيراميدز؟ اشمعنى المصري؟ فهنا بقى السؤال. خلينا نشوف بقى الحالات عشان ايه نشوف الكره دي. ضربه الجزاء اللي اتحسبت على بيراميدز في الدقيقه 72 وكانت ممكن تخسروا الماتش. خلينا نبص هنا ايد اللاعب فين؟ احنا هنستعرضها باكتر من مره. اهي الحل الوحيد فعليا، خلينا هنا واضحه قوي، ان اللاعب الكوره ما تجيش في ايده كوصف تشريحي وهي اهي هنا واللاعب بيلف والكوره جايه هنا. انا عشان الكوره ما تجيش في ايدي وانا بلف كده انا ما فيش حل الا ان اخلع كتفي او اقطعه. هي دي الكوره اللي يتقال لك الجسم فيها واليد كانت قريبه.
فهو انت لو بصيت حاول كده معايا تحرك ايد اللاعب في اي حته بحيث ان الكوره ما تخبطش فيها قرب جسمه، مفيش سنتي اللاعب يدخل فيه جسمه. دي مش ضربه جزاء، دي قولا واحدا حاسما الكوره دي مش ضربه جزاء، وانها ما اتحسبت ضربه جزاء دي غلطه كبيره. وعايز اقارن بقى، هرجع هنا انا تمام، انا قلت لك ان بص بقى هنا، بص المساحه، يعني دي احنا لو بنقيسها بسنتي ومزوره، ايد اللاعب بعيده عن جسمه بحوالي 60 سم، يعني اهي هي بالظبط كده عشان لو الصوره مش باينه. ماشي، فاللاعب تقول لي يقدر يفادي الكره، ممكن ايده تبقى كده، ممكن ايده تبقى كده، ممكن ايده تيجي كده، كل ده ما تخليهاش تلمس. يعني ايده لو كده وخبطت هنا ما اقولكش ضربه جزاء، ايده لو كده وخبطت هنا ما اقولكش ضربه جزاء، ايده حتى لو كده، انما ايده طايره اهي، فضيحه يعني في جميع الاحوال. بس انا عايزك معايا تبص على حاجه معينه عملها طارق مجدي في الكوره دي. طارق مجدي يا جماعه حكم كان محترم قوي في الماتش ده رغم كل الاخطاء. معلش هنعدي ايوه انا عايز اللقطه دي. حكم بمنتهى الهدوء، اما كان لسه في لغط والفار بيتشيك واضح عندك، لعيب جاب كابتن الفريق الاولاني وكابتن الفريق الثاني، ناداهم، هتلاقي في الصوره دي بيشرح له تحديدا هو حاسب الكوره ليه والفار بيعمل ايه، وبيطلب منهم ان هو ما حدش من اللعيبه يجي يقف معايا او يناقشني لان انا شرحت لكم، ولو حد جالي انا هديله بعد كده انذار. ليه؟ لان انا كلمت الاثنين لعيبه، شرحت وجهه نظري في الكوره. دي حاجه انا ما بشوفهاش غير في الدوري الانجليزي الصراحه. فيعني هو خد قرار غلط في الاخر وكمان الفار ما ساعدوش، بس حق ربنا من هنا تحياتي لطارق مجدي، حكم محترم. حتى لو انا اتظلمت بعد كده انا مش هيبقى عندي اي احساس ان الحكم ده جاي ظالمني مبيت النيه، تقدير غلط وخلاص، لان هو حاول وشرح لي هو عمل ايه، وما كانش اجريسيف، ما كانش داخل يتخانق مع لعيبتي. فدي كانت تحسب جدا لطارق مجدي، وده الحكم اللي مش عايز ياخد شو يا جماعه. بعد الكوره دي كان في بقى الكوره دي فعلا اللي ينفع يتقال عليها تقديريه للحكم او كوره تقديريه. في اللحظه دي والزاويه دي تحديدا مبينه ان هنا ده كان عاطف قطه، مفيش خالص تلامس بين الرجل ده والرجل ده، بس انت ممكن تقول ان جسم اللاعب خبط في رجل الخلفيه لعاطف قطه. فتعال نشوف هنا الكوره، مفيش كده ركبه في ركبه، ما خبطتش. الكوره دي من اصعب الكوره فعلا، يعني انا ممكن اكون شفتها حوالي 10 مرات عشان اخد فيها قرار نهائي. ماشي، هنا مفيش الا ولو هنا رحنا ان الكوره دي في تلامس هنا، فهقول لك ان الاقرب ان رجل عاطف قطه هي اللي رايحه لرجل لاعب المصري مش العكس. كمل، اهي اهي اهي، هنا الشك اللي احنا كنا شاكين فيه ان يبقى فيه تلامس في الرجل الخلفيه اهو، فاضيه هواء مفيش تلامس، نط. خلاص نط، هي ما فيهاش، هو نط. الكوره دي انا وجهه نظري 70%، انت شايف انا بقول لك 70% انها ما تتحسبش ضربه جزاء برضه، لان هي الى الان ممكن تيجي في شك وحيد في اللقطه دي ان يبقى في تلامس بين هنا وهنا، وهل عاطف قطه اللي رايح ولا لا؟ بس هنا عاطف كان بينط خلاص اهي، هي الحته دي هل هنا لمست؟ في اللمس ده كان تلامس كامل وهو فعلا اللي لمس، ولا واللاعب رجل اللاعب المصري هي اللي راحت، ولا رجل عاطف قطه اللي راحت؟ دي صعبه قوي ودي تقديريه قوي، بس هي تروح اكتر انها مش ضربه جزاء برضه ولكنها اتحسبت. هنا بقى دي فعلا اللقطات اللي يتقال لك ايه وفقا لتقدير الحكم، تتحسب او ما تتحسبش، 50 حكم يشوفها ضربه جزاء، حكم ما يشوفهاش ضربه جزاء، هنا يسمح بالتقدير. على عكس مثلا كوره زي دي ما فيهاش تقدير، دي ضربه جزاء على الاهلي يا جماعه. هنا اللاعب بتاع سموحه لعب الكوره وامام عاشور كمل فريق،
ولو كان كمل بتهور تبقى ضربه جزاء وطرد لانه داخل على الاصل. فهي لقطات معبره ان هو موقفي. اعتقد وانت شايف واحنا بنحلل هو واحد، هو معيار اللقطه مش معيار الفانيلا. مش هطلع حاجه رئيس لجنه الحكام على الهوا ودي وعلى فكره برضو دي تحسب لابراهيم عبد الجواد. وهنا اللي بقول لك معيار اللقطه اللي قدامي، لان ابراهيم عبد الجواد هو مشجع زملكاوي صريح، بس قدام الحكم قال له ضربه جزاء. قال له ازاي؟ خلى رويس يقف بايده كده ويقول لك اهي ان دي الوضع الطبيعي ان احنا بنبقى كده. فده اكبر دليل على حاله التخبط وحاله الهزليه اللي موجوده. اخيرا خلينا بقى ايه ناكد كمان ان في عك كبير قوي. اللقاء الاهلي والزمالك نتفرج مع بعض على الفيديو ده منه النادي الاهلي، هل الاتحاد المصري لكره القدم طلب منك استخدام حكام اجانب لهذا اللقاء؟ No, no. No, no. Claro, no. لم يرى. Ahora que estaba. اوكي. Sí, sí me está. يعني خلينا Resignamos, si no era. اوكي. ahora. No. Sí, sí, resignamos, no recibimos. No. ما جالناش حاجه رسميه. اتحاد الكوره في الوقت ده بعت 3 خطابات للاهلي بياكد فيه ان في الكوره دي وفي الماتش ده بتاع القمه ان هو طلب حكام اجانب وان هو غير متوفرين والوقت كان ضيق، انما الحقيقه ان هو ما طلبش. ومش بقول ان في مؤامره ضد الاهلي، بس بقول ان في تعنت. واتنين حاليا يعني الوضع رايح ان مين هيفرض سيطرته ومين هيفرض كلمته. هل هنا بريده انا اقوى حد في المنظومه الرياضيه دي؟ مش اتحاد الكوره. هي هنا خناقه فعليا هنا بريده قصاد الاهلي اللي بيتقال عليه اقوى حد في المنظومه دي، والخناقه دي هتفضل دايره. وعشان كده سيد عبد الحفيظ بيعمل اللي بيعمله دلوقتي، والخناقه دي دايره من خلال التحكيم. مين هيبين ان هو الاقوى في المنظومه الكرويه؟ والخناقه دي هتكبر لان العقليتين واضحين ان هم رايحين على فين، والاثنين بيدلروا على بعض. عشان كان كل اللي محتار للرابطه دخلت لمت الموضوع وحسبت خصم 3 نقط بس. الفيديو اللي فات بيفهمك ليه، لان لو كنا كملنا كان هيبان اصلا ان ما اتطلبش حكام وان تم ارسال خطابات رسميه كاذبه بشهاده رئيس لجنه الحكام ان اتقال لنا ان احنا طلبنا واحنا اصلا ما طلبناش، على الرغم من طلب الرابطه وطلب الاهلي الحكام اجانب. وبناء عليه كنا ممكن نخش في اعاده الليله كلها بقى على بعض، ودي كانت هتبقى ليله سوداء. وده برضه اللي مخلي الدنيا تبقى عليها علامه استفهام كبيره. هو ايه اللي في فيديوهات الفار مخلي الناس خايفه قوي ان الاهلي يسمح؟ وشكرا ليكم جدا.